حضراتكم في برنامج نجوم تتلالأ في السماء مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعز الإسلام بهم، فاستطاعوا أن ينصروا الإسلام في كل مكان. عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بخير وصحة وسعادة. مع برنامجكم المحبوب نجوم تلالأ في السماء، حلقة جديدة مع نجم ساطع في سماء الصحابة. ولكن نحن في هذه الأيام المباركة نعيش في أيام الخير، في أيام العتق من النيران، نعيش في العشر الأواخر، نجتهد فيها في العبادة، في قراءة القرآن وختم القرآن، في الصلوات، في الصدقات، في الزكوات. فيها ليلة خير من 1000 شهر، وليست عبادة 74 عاما، أكثر بكثير من ذلك، لأن الله عز وجل يقول خير من 1000 شهر، وخير من 1000 شهر أي أنها أكثر من 1000 شهر. فكان العرب في الجاهلية لا يعرفون العدد، كان لا يعرفون غير 1000 أو 1000 ألف. فلذلك قال الله عز وجل خير من 1000 شهر. لا أحد يعلم مدى أو مدة عبادة هذه الليلة بصفة خاصة. نرجو الله عز وجل أن يتقبلنا منها من الصالحين، ونكون يعتق رقابنا من النيران في هذه الليلة المباركة، ونكون من أهل القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ويشفع لنا يوم القيامة القرآن والصيام، يشفعان للعبد يوم القيامة كما أخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم. نعيش هذه الليلة مع النجم الساطع من الصحابة، وهو الحب بن الحب، أصغر قائد إسلامي عرفته البشرية، إنه سيدنا أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه. هذا البطل الصغير الشاب الذي قاد جيش فيه كبار الصحابة، سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا أبو بكر الصديق، وسيدنا عمر، وسيدنا عثمان، وسيدنا علي، سيدنا أبو عبيدة. كل هؤلاء العظام كانوا تحت قيادة سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه، حتى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويعطي درسا للمسلمين وللعالم كله أن القيادة لا تقف، لا تعرف سنا ولا تعرف مكانا ولا عرقا. القيادة تعرف الشجاعة، تعرف الإيمان. رغم صغر سنه قاد هذا الجيش العظيم الكبير. من هو أبوه؟ إنه زيد بن حارثة رضي الله عنه، الذي كان تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بطل التبني. وأمه كانت السيدة أم أيمن رضي الله عنها، التي كانت تربي النبي صلى الله عليه وسلم على الصدق والأمانة. هم من أوائل من دخلوا الإسلام. سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه جاء في أحد الأيام يتشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة مخزومية، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال له: يا أسامة، كيف تتشفع في حد من حدود الله؟ وكانت المرأة قد سرقت. فقال له: يا أسامة، كيف تتشفع في حد من حدود الله؟ قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتجهيز جيش يكون على قيادته سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه. هذا الجيش الكبير كان فيه كما قلنا كبار الصحابة رضوان الله عليهم. ولكن قبل خروج الجيش مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض الموت، وانشغل المسلمون وكبار الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وتوفى النبي صلى الله عليه وسلم
قبل خروج الجيش. وبعد أن تولى سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة أصر على خروج الجيش بمن فيه. أراد الصحابة أن الجيش لا يخرج، وتكلموا مع سيدنا أبو بكر ألا يخرج الجيش بقيادة أسامة لصغر سنه، ولكن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قال: والله لا يحل عقده النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يخرج الجيش بما فيه. وحاول الصحابة إقناعه، وفي النهاية اقتنع ببقاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه معه كوزير يشوره في أمور المسلمين. يتجهز الجيش، وخرج سيدنا أبو بكر الصديق خليفة المسلمين يمسك بغلة سيدنا أسامة بن زيد بيديه، وهو يوصيه بتقوى الله عز وجل وحسن معاملة الجيش، وأنه ينتصر على أعداء الإسلام، لا بد أن يعاملهم بشدة وحزم وقوة، وأن يكون الجهاد في سبيل الله عز وجل. وذكره بأن النصر أو الشهادة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الشهادة أي الجنة، الفردوس الأعلى من الجنة، والنصر والإثنان فرحان. وخرج الجيش وفيه سيدنا أسامة بن زيد، وكان معه كبار الصحابة رضوان الله عليهم. عاش سيدنا أسامة بن زيد 61 عاما، مات عام 54 هجريا بالجرف، وهي على بعد أميال من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المكان هو المكان الذي خرج منه الجيش الذي عقده له النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أسامة بن زيد كان يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلم منه الصدق والأمانة وحب الخير للناس وحب الجهاد في سبيل الله، ومات على هذه الأفعال الطيبة المباركة. لا نطيل عليكم لأننا في أيام القرآن، أيام صلاة التراويح وصلاة التهجد، أيام الاعتكاف في المسجد. هذه أيام مباركة، ندعو الله عز وجل أن نكون من عتقائه من النيران في هذه الأيام المباركة الطيبة الكريمة، وأن يتقبلنا من الصالحين، وأن يتقبل صدقاتنا وزكاتنا. اللهم ارض عنا واغفر لنا وارحمنا وتوفنا مسلمين. شكرا جزيلا لحضراتكم. شكرا جزيلا. كان معكم دكتور مجدي الناظر. شكرا للدكتور أحمد دهب والدكتورة هدى عبده، منتديات كلام من ذهب للشعر والأدب. شكرا جزيلا.